الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ورتب الله سبحانه وتعالى اللعن على من ترك هذه الشعيرة العظيمة فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هناك ظاهرة إخواني أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، وهي ظاهرة استشرت وانتشرت في مجتمعنا الجزائري، وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وتحسبونها هينة. يقول بعض الشعراء: يقاد للسجن إن سب زعيم وإن سب الإله فإن الناس أحرارا. نعم، إنها ظاهرة سب الله سبحانه وتعالى. هذه الظاهرة التي انتشرت في مجتمعنا ينبغي أولا أن يعرف المجتمع وأن يعرف هؤلاء السفهاء من أبناء جلدتنا ما معنى سب الله عز وجل. سب الله عز وجل أي انتقاصه، أن تنتقص من؟ أن تنتقص الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلق السماوات والأرض، أن تنتقص الذي السماوات والأرض قبضته يوم القيامة. يأتي هذا السفيه وينسب إليه ما تعرفون وما لا تعرفون، حتى صرنا نستحي أن نفكر في الأمور التي ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا إخواني ننظر إلى الأمم التي انتقصت الله سبحانه وتعالى، وشتان بين ما قال هؤلاء وما يقوله أبناؤنا. قال الله سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تصور، السماوات السبع الطباق تنشق، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. انظروا إلى الأمة الغضبية عليها لعائن الله اليهود، ماذا قالوا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة رد الله عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا سنكتب ما قالوا. نعم، سنكتب ما قالوا. واسمع أيها السفيه، سنكتب ما قالوا. لم ينساه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. ماذا قالت اليهود؟ وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. لا يوجد إخواني أمة تتعمد الكفر لذاته، أي تقصد الكفر لذاته. حتى قريش مشركو العرب لم يقصدوا الكفر، كانوا يعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون هبل، ولكنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى النصارى ما أشركت بالله عز وجل وما تقصدت الكفر، فلا يوجد إنسان يقصد الكفر لذاته، وإنما لما رأوا تلك المعجزات التي أجراها الله على المسيح من إحياء الموتى وإشفاء المرضى قالوا هذا هو الإله. أما مجتمعنا الآن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما تعرفون. يعني ما هذا العقل؟ يعني أنت إنسان خلقت من نطفة من ماء مهين، تسب الله، تسب ربك الذي أمدك بالنعم التي لو أعددتها ما أحصيتها. ألا تستحي من الله؟ ألا تخاف ربك أن يخسف بك الأرض؟ ولو آخذك الله بهذه الكلمة فقط، فرب كلمة يقولها الإنسان من غضب الله ومن سخطه لا يلقي لها بال، لا يلقي لها بال، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. رب كلمة. على كل هذا واجب إخواننا أن ندل هؤلاء السفهاء وأن نبين لهم حكم الله في هذه القضية. اعلم رحمك الله أن من سب الله عز وجل كافر مرتد عن دين الله. حكمه في ديننا أن يضرب عنقه، هذا هو حكمه عند في ديننا، يستتاب وإلا قتل، هذا هو حكمه. أنا على كل حال أنصحكم إخواني من يسمع هذا التسجيل أن يأمر بالمعروف خاصة في هذه القضية، فوالله يوشك أن
يخسف الله بنا الأرض. فماذا تنتظرون؟ أتريدون أن يرسل الله عليكم الريح كما أرسل على قوم هود؟ أم تريدون أن يعمكم الله بالطوفان كما فعل بقوم نوح؟ أم تريدون الصيحة كما فعل بقوم صالح؟ أم تريدون أن يخسف الله بكم الأرض فيجعل عاليها سافلها كما فعل بقوم لوط؟ ماذا تريدون؟ ألا يكفي هذه الزلازل التي مرت علينا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ ألا تكفيكم هذه؟ ولكن من يتذكر هذا الكلام؟ من يتذكر هذا الكلام؟ إخواني، بلغوا هذه الرسالة ولا تبخل بمشاركتها بين إخوانك، لا تبخل بمشاركة هذا التسجيل بين إخوانك، فإن الأمر جلل والخطب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. نعم، خرقا واحدا ولم نؤذي من فوقنا، فإنهم لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم لو أخذوا بأيديهم لننجوا ونجوا جميعا. كلنا في سفينة واحدة وكلنا نعيش في بلد واحد، فينبغي علينا أن نأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يشكن أن يعمكم الله بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. على كل حال، أرجو أن تكون هذه الكلمة من القلب على القلب، أن تقع من القلب على القلب، وأرجو أن تجد قلوبا طيبة نقية تترجم هذه الكلمة إلى أعمال، وتعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، وتقدره حق قدره، وتوقره حق توقيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.